والله العظيم اتذكر حد يوم ب 2007 طلعت مره كبيره مثل والدتنا هي، كانت محتفلين كنا فايزين على كوريا وصاعدين للمباراه النهائيه. قالت انا ولدي كابتن اليوم استشهد وما راح اسوي فاتحه الا تجيبون الكاس. هاي الكلمه قالتها. والله لحد قبل ماكو ما كان مواقع التواصل التليفونات نشوفها على الفيس وما اعرف شنو. قعدنا بالليل تجمعنا والله العظيم بس الدمعه ما نزلت من عندنا من شفنا المرض. قلنا والله العظيم هاي اللعبه نروح الا نموت نفسنا في سبيل شنو؟ هذول الناس الطيل بالعراق مو بس اللي استشهدوا، الناس العراق اللي يتابعونا لازم نفرحهم. ورحنا للمباراه واحنا احنا قبل البطوله نسوي لنا تذاكر مره راح ورجعه. البطوله كان مجموعتنا استراليا وتايلاند وعمان. مسوي لنا تذاكر ما نرجع 100% احنا راجعين يعني طالعين، لان كان استراليا استوى جاي لاسيا مشارك اول بطوله، واستراليا شنو؟ امكانيات 15 لاعب 20 لاعب كلهم يلعبون بالدوري الانجليزي، كلهم كلنا نعرفهم. فلذلك لازم من اللاعبين المفروض اليوم وقبل اليوم حتى بالتصفيات احنا ما نتكلم بس على البطوله. احنا صح نتائجنا زينه بالتصفيات بس اداء ماكو مو مقنع. دائما حتى من نفوز 1-0 والمنتخب فلسطين احنا راجعنا وين؟ بالبصره امام 60,000 متفرج. عمان حرجونا بالبصره غلبناهم 1-0 ضيعوا 4 اهداف الشوط الثاني. احنا لازم نرجع على هاي. لا اكو اسباب كابتن، اكو اسباب واسباب جوهريه وموجوده ومعلومه للجميع.